نصيحة بس لأي حد شغال في قصة الاتحاد الملاك أو التطوير العقاري. لما يبقى عندنا شقتين متلاصقين لبعض نخلي الحيطة الفاصلة ما بين الشقتين طوبة. إن إحنا دلوقتي بنعاني في قصة إن بيعملوا الشقق الحيطة الفاصلة ما بين الشقتين بتبقى على نص طوبة. طبعا تيجي تكسر حاجة من الاتنين، لا أنت تنفذ عند الجار لو أنت شطبت الأول، لا إما الجار هو اللي يدخل عندك. يعني مثلا إحنا عندنا هنا البرج ده طالع على نص طوبة الفاصل ما بين الشقتين، هنا الجار شطب. بص عندك هنا هو غصب عنه، يعني هو مش بمزاجه ان هو يطلع عندي كده، ان هو مجرد ما بيجي يكسر السباكه غصب عنه هيبدا يدخل عندي. طب لو كنت انا مشطب دلوقتي كان هو هيضطر حاجه من اتنين، لا هيبوظ لي السيراميك عندي، لا اما هيبني حيطه عنده. يعني انا هنا خلاص احنا هنا هنضطر غصب عننا ان لازم هنا يتبني حيطه عشان خاطر ان احنا ما نبوظلوش الدنيا عنده. وهكذا بقيه الشقه، يعني اي حيطه مشتركه ما بين الشقتين لازم تطلع على طوبه. مفيش حاجه اسمها حيطه مشتركه ما بين شقتين تطلع على نص طوبه عشان ما نشوفش المنظر زي ده. عندنا علب الكهرباء نفس الكلام، علب الكهرباء نيجي نكسر غصب عنك هتنفد عند جارك او جارك هيبقى يخش عندك. لو انت مشطب تبدا تخش في مشكله، لو هو مشطب تخشوا في مشكله مع بعضيكم. طب ليه ما احنا نحلها من الاول من قصه اتحاد الملاك او قصه التطوير المطور العقاري نفسه اللي مسؤول عن الابراج، ان هو يطلع الحوائط الفاصله ديت على طوبه كامله. مفيش حاجه اسمها حيطه فاصله ما بين شقتين على نص طوبه. نصيحة بس لأي حد شغال في قصة الاتحاد الملاك أو التطوير العقاري. لما يبقى عندنا شقتين متلاصقين لبعض نخلي الحيطة الفاصلة ما بين الشقتين طوبة. إن إحنا دلوقتي بنعاني في قصة إن بيعملوا الشقق الحيطة الفاصلة ما بين الشقتين بتبقى على نص طوبة. طبعا تيجي تكسر حاجة من الاتنين، لا أنت تنفذ عند الجار لو أنت شطبت الأول، لا إما الجار هو اللي يدخل عندك. يعني مثلا إحنا عندنا هنا البرج ده طالع على نص طوبة الفاصل ما بين الشقتين، هنا الجار شطب. بص عندك هنا هو غصب عنه، يعني هو مش بمزاجه ان هو يطلع عندي كده، ان هو مجرد ما بيجي يكسر السباكه غصب عنه هيبدا يدخل عندي. طب لو كنت انا مشطب دلوقتي كان هو هيضطر حاجه من اتنين، لا هيبوظ لي السيراميك عندي، لا اما هيبني حيطه عنده. يعني انا هنا خلاص احنا هنا هنضطر غصب عننا ان لازم هنا يتبني حيطه عشان خاطر ان احنا ما نبوظلوش الدنيا عنده. وهكذا بقيه الشقه، يعني اي حيطه مشتركه ما بين الشقتين لازم تطلع على طوبه. مفيش حاجه اسمها حيطه مشتركه ما بين شقتين تطلع على نص طوبه عشان ما نشوفش المنظر زي ده. عندنا علب الكهرباء نفس الكلام، علب الكهرباء نيجي نكسر غصب عنك هتنفد عند جارك او جارك هيبقى يخش عندك. لو انت مشطب تبدا تخش في مشكله، لو هو مشطب تخشوا في مشكله مع بعضيكم. طب ليه ما احنا نحلها من الاول من قصه اتحاد الملاك او قصه التطوير المطور العقاري نفسه اللي مسؤول عن الابراج، ان هو يطلع الحوائط الفاصله ديت على طوبه كامله. مفيش حاجه اسمها حيطه فاصله ما بين شقتين على نص طوبه.